السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يكشف مستجدات مفاوضات ضم الكونغولي جوناثان أوكيتا. كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مفاوضات الإدارة مع الكونغولي جوناثان أوكيتا مهاجم فريق زيورخ السويسري وحقيقة اقترابه من الانتقال للقلعة الحمراء في موسم الانتقالات الصيفي الجاري. وقالت المصادر بأن الأهلي تواصل بالفعل مع مسؤول فريق زيورخ لضم الكونغولي أوكيتا، لكنه تفاجأ بمبالغة في طلبات الفريق السويسري المادية رغم أن اللاعب يتبقى له موسم واحد فقط في قيمة عقده مع فريق زيورخ. وأشار المصدر إلى أن هناك تواصلا مع مسؤول نادي زيورخ لتقليل الطلبات المادية من أجل ضم اللاعب لصفوف النادي الأهلي. ويسعى مسؤول النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف الفريق لكرة القدم بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل استمرار المنافسة على الألقاب محليا وقاريا مع تزايد فرص عودته للأهلي. ماذا قدم محمد شريف مع الخليج؟ منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست واقتراب رحيل كهربا. محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي كان ضمن اهتمامات إدارة النادي الأهلي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اقتراب رحيله عن الدوري السعودي. وخاض محمد شريف مهاجم الخليج 36 مباراة خلال الموسم في كل المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع هدفين. وانتقل محمد شريف لنادي الخليج السعودي بداية من موسم 2023-2024 وكان المقابل $1,500,000 حصل عليها الأهلي مقابل الاستغناء عن اللاعب الذي كان يتبقى في عقده موسم واحد. واقترب رحيل شريف عن الخليج السعودي في ظل عدم انضمامه للمعسكر المقام في سلوفينيا تحت قيادة المدير الفني الجديد اليوناني دونيس بسبب قضاء اجازته في مصر. وتلقى شريف عدة عروض أوروبية في فترة الانتقالات الصيفية إضافة إلى عدة عروض من أمال الأهلي، ومن المنتظر أن يحسم موقفه في الفترة القادمة.